لو عاوز أبيع العقار بتاعي وعاوز أحصل أعلى سعر، إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أبيع بأعلى سعر في السوق؟ السؤال ده جميل جدًا وبيتكرر دايمًا ودايمًا بييجي على الصفحة. خلّيني أقول لك إنك لمّا بتيجي تبيع العقار، أنت بتكون في منافسة وفي تحديات كبيرة جدًا. أول حاجة أنت بتكون في منافسة مع جيرانك اللي عارضين العقار بتاعهم في نفس البناية، أنت بتكون في منافسة مع الناس اللي عندهم عقارات مشابهة ليك في نفس الحي أو في نفس المنطقة، أنت بتكون في منافسة مع الdevelopers اللي لسه بيبنوا وبيطوروا في نفس المنطقة بتاعتك. فخلّيني أقول لك إزاي أنت تكسب الجولة دي وتبيع العقار بتاعك في أسرع وقت وبأعلى سعر. أولًا، العقار بتاعك لازم يكون نضيف وحالته جيدة ومعمول له renovation. ما تجيبش حد يشوف العقار بتاعك والحيطان مشرخة والدهانات مش نضيفة و والتراب موجود في كل حتة. تاني حاجة، لو قدرت تخلّي العقار بتاعك مفروش، يبقى أنت كده بتعمل advantage عالي جدًا للunit بتاعتك، لأن العقار المفروش بيكون بمثابة الmakeup اللي بيكون محطوط. الmakeup ده بيخلّي العقار بتاعك يظهر بشكل حلو جدًا وبيرفع من الvalue بتاعته جدًا. الفرق كبير جدًا ما بين العقار اللي مش مفروش والعقار المفروش. لمّا الclient بييجي بيشوف العفش جوّه الشقة بيقدر يتخيل هو هنا يقدر يحط إيه، المكان ده شايل living وشايل living وشايل dining area والّا مش ممكن. فأنت بتسهّل عليه حاجات بتسهّل عليه تصوُّرات كتيرة جدًا. تالت حاجة وأهم حاجة التسعير، اوعى ترفع السعر على البروكر أو على المشتري بتاعك، لازم تحُط سعر عادل يكون بالنسبة لماركتك لو عاوز تبيع بسرعة، ولو عاوز تحصّل أعلى سعر. وعشان تحصّل أعلى سعر لازم تتأكد إن ما فيش عقار زيّه موجود ومعمول له listing على البورتال أو محطوط في الmarket دلوقتي. لازم تنتظر لحد ما العقار التاني يتباع وبعدين تبيع أنت. اوعى تدخل في المنافسة مع أكتر من يونت متشابهة مع اليونت بتاعتك عشان تكسب أعلى سعر، مش هيحصل، لأن مفيش مشتري هيروح يسيب نفس اليونت بسعر أقل ويجي يختار اليونت بتاعتك بسعر أعلى. رابع حاجة، لما تيجي تتعامل مع البروكر بتاعك ما تبقاش بخيل معاه، لأن البروكر ده بيفضل إن يجيب لك الباير بتاعه، الباير اللي في إيده، عشان ياخد اليونت بتاعتك وياخد منك 2% في حين إنه ممكن يروح يبيع له في المطور وياخد 5%. فما تنساش دي، مع إن أنت حطيت سعر وأنت راضي بيه والبروكر جاب السعر اللي هو يقدر ياخد بيه الكوميشن بتاعه ال2% اللي هم مش هيكونوا أصلا من سعر العقار بتاعك. فخليك ذكي في الحتة دي. وخامس حاجة كمان ممكن تعملها إنك تتواصل معايا وأنا بعمل لك ماركتنج كامبين للعقار بتاعك وبحاول أساعدك إننا نفرشها وقت التصوير ووقت الفيوينج عشان المشتري لما يجي يشوفها يقدر يشوفها بصورة حلوة وساعتها نقدر نطلب أعلى سعر. مع السلامة.